وإن كان في إيمانه رقة خفف عليه في البلاء. إذن البلاء ليس دليلا على أن الإنسان بعيد عن الله، بل قد يكون من أقرب الناس. لكن ولا شك أن الابتلاء أحيانا قد يكون بسبب المعصية والذنب، وهو نوع من العقوبة كما أشرنا إلى هذا من قبل. والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام عند الطبراني بسند حسن حسنه الألباني: ما اختلج عرق، يعني ما تحرك في الإنسان عرق، وهذا دليل المرض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يعفو الله أكثر. ورجل كان يمشي من العلماء ومعه أحد طلابه، فمرت امرأة فجلس هذا الطالب ينظر إليه، يمتع بصره بالنظر إلى هذه المرأة، وهذا كما تعلمون معصية لا تجوز. فالتفت الشيخ إلى تلميذه ووجده ينظر إلى هذه المرأة فقال: أتفعل هذا؟ والذي نفسي بيده لتجدن غبها ولو بعد حين، ستجد عقوبة المعصية ولو بعد حين. هذا الطالب كان حافظا للقرآن فنسيه بعد 40 سنة. إذن هناك عقوبات قد الإنسان لا يشعر بها، ولهذا المؤمن فطن، تجد أنه دائما يحاسب نفسه، إن أصاب أي مصيبة مباشرة رجع إلى نفسه، ما يتسخط على ربه ويقول مثل ما سمعنا: ليش يا ربي تفعل بي كذا؟ لا، يرجع إلى نفسه يقول: هذا الذي حصل ما حصل إلا بمعصيتي، فيبدأ يحاسب نفسه ويراجع نفسه: لماذا فعلت كذا وفعلت كذا؟ فيجدد التوبة. حتى قال أحد السلف: إني لأجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. من يفكر منا في هذا يا أخوان؟ إذا وجد أثر التجهم من زوجته أو من أولاده أو أراد أن يركب سيارته فصار فيها عطل، ما قليل منا اللي يفكر يقول: يمكن هذا بسبب معصيتي. لا، تذمر، وأنا ليش كذا حصل لي، أنا حظي تعيس، أنا دائما كذا. تسمع بعض الناس بهذا الشكل. المؤمن ليس كذلك. المؤمن يقول: هذا بسبب معصية، أكيد أنا اليوم فعلت شيء، قصرت في الصلاة، تأخرت، ما خشعت في صلاتي، قلت لفلان كذا، مثل ما قال ابن سيرين رحمه الله، يقول: إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر. شوف، حرمت، يعتبر هذا نوع من العقوبة. إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام الليل 6 أشهر، ذلك أني قد قلت لرجل يا مفلس. صار بينه وبين واحد خصومة فغضب عليه ابن سيرين قال: يا مفلس. شوف الكلمة البسيطة هذه عدها ابن سيرين معصية حرم بسببها قيام الليل 6 أشهر. ولما جاء بعضهم للإمام أحمد فقال: إني لا أستطيع قيام الليل، أو الحسن البصري: إني لا أدري لماذا لا أقوم. قال: قيدتك ذنوبك، اللي منعك من قيام الليل هي ذنوبك، فارجع إلى نفسك وحاسبها، فستجد أن هذا سبب لقلة التوفيق وقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام، نعود للمثل الذي ذكرنا في التمثيل، مثل المؤمن والكافر بتمثيل عجيب في هذا كثرة البلاء اللي ينزل به وهذا قلة البلاء اللي ينزل به. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. يعني خامة الزرع مثل ما تقول مثلا البرسيم أو الحشيش، خفيف. مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفئها الريح، يعني تقلبها يمين وشمال. فكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، يعني أدنى نسمة تسقطه، أي بلاء أي مرض صغير يسقطه يتعبه، فهو دائما في ابتلاءات. ومثل الكافر كمثل الأرزة. الأرزة يقول بعض المفسرين في تفسيرها يعني هي شجرة الصنوبر، قوية ثابتة في الأرض. مثل الكافر كمثل الأرزة، صماء معتدلة، يعني ما يؤثر فيها الريح، أي ريح ما تؤثر فيها، حتى إذا شاء الله أن يقصمها قصمها، يعني تهب عليها عاصفة شديدة فتقتلعها من جذورها. فكذلك الكافر يعطيه الله عز وجل فرص من الدنيا يمتعه. انظر إلى الكفار الآن، عندهم الدنيا كل شيء ميسر لهم فهم يتمتعون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات،
بل لا يشعرون، هم لا يعلمون أن هذا استعجال له، استدراج من الله عز وجل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وحسنه الأرناؤوط، سأله الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: يا فلان، هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ أم ملدم هي الحمى. قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد والعظم. قال: ما رأيت هذا قط. قال: فهل أخذك هذا الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق ينبض في الرأس. قال: ما رأيت هذا قط. فولى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إذن ليس من علامات المؤمن قلة الابتلاء. وأذكر وأختم بهذا أن أحد الإخوة يحدثني عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه زار أحد أصدقائه وكان مريضا، فلما زاره الشيخ وكان من أصدقاء الطفولة، جلس الشيخ، لاحظ الشيخ بن باز رحمه الله يتكلم مع صديقه وصاحبه، فيقول من ضمن كلامه، يقول: يا شيخ، الشيخ عبد العزيز يقول الشيخ عبد الله، اسمه عبد الله الكنهل، يقول: يا شيخ عبد الله، أن تعرف أني من 2 ما أصبت بمرض، حتى اللوز ما أصبت بها. ثم جلس الشيخ يبكي. سبحان الله. وهذا يذكرنا بحال السلف رحمهم الله، إذا تأخر عنهم البلاء بدأوا يشكون في أنفسهم، يقولون: نخشى أن يكون إيش؟ استدراج من الله لنا. وكما قلت هذا ليس معناه أن الإنسان يطلب البلاء ويسأل الله البلاء، لا، لكن إذا ما جاءه يخاف، يقول: لعله بسبب شيء فعلته فالله يستدرجني استدراجا. إذن فنحن يا إخوان الكرام ينبغي لنا أن نتعامل مع البلاء بهذه الروح وبهذه الأسرار التي ربما غابت عن الكثيرين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة، وإذا قدر علينا بلاء أن يجعلنا من الصابرين، وأن يأجرنا عليه أعظم الأجر والمثوبة، إنه سبحانه جواد كريم.